في عام 1930 كانت السينما المصرية لا تزال تخطو خطواتها الأولى، وكان العالم يعيش عصر الأفلام الصامتة. في هذا الزمن ظهر شاب يهودي مصري يدعى توغو مزراحي، كان عاشقا للفن حالما بالسينما ويمتلك رؤية سبقت عصره. قرر توغو أن يستخدم السينما كوسيلة للتوعية وليس فقط للترفيه. استلهم فكرته من القصص الواقعية التي كانت تتداولها الألسن آنذاك عن الشباب الذين وقعوا ضحية الإدمان وعن عائلات انهارت بسبب المخدرات. ومن هنا جاءت فكرة فيلمه الجريء الكوكاييني، أو كما عرض أولا في مدينة الإسكندرية تحت اسم الهاوية. هذا الفيلم لم يكن مجرد دراما تقليدية، بل كان رسالة قوية ضد آفة بدأت تغزو المجتمع المصري: الإدمان. تدور قصة الفيلم حول عامل بسيط يقع في حب زوجة صديقه، ولأن قلبه امتلأ بالحقد قرر أن ينتقم من صديقه عبر طريقة خبيثة، أن يوقعه في فخ الإدمان على الكوكايين. وبالفعل يقع الرجل فريسة لهذا السم الأبيض ويبدأ في الانهيار. يخسر بيته وتتحطم أسرته، وتنتهي الأمور بجريمة قتل لابنه، ثم يلقى القبض عليه في نهاية مأساوية تعكس حجم الكارثة. لكن الفيلم لم يمر بسهولة، فقد كانت الرقابة في مصر حينها صارمة جدا، خاصة فيما يتعلق بالأخلاق والدين والمخدرات. عندما شاهدت الرقابة الفيلم لأول مرة، اعترضت عليه بشدة، واعتبرته مادة قد تفسد الشباب بدلا من توعيتهم. لكن بعد مراجعة دقيقة ورؤية الرسالة الواضحة التي يقدمها الفيلم، وافقوا على عرضه بشرط تغييرات طفيفة. توغو مزراحي نفسه لم يضع اسمه الحقيقي كممثل، بل استخدم اسما مستعارا: أحمد المشرقي، لأنه كان يخشى أن يهاجمه النقاد أو أن يفهم خطأ. عرض الفيلم أول مرة في 25 من نوفمبر 1930 في الإسكندرية، ثم في القاهرة يوم 23 من فبراير 1931. وبعد نجاحه قرر مزراحي إصدار نسخة جديدة من الفيلم في عام 1934 تحتوي على موسيقى ومؤثرات صوتية لتواكب تطور السينما الناطقة. فيلم الكوكايين يعد من أوائل الأفلام الروائية الطويلة في تاريخ مصر، حيث يحتل الترتيب 13، كما يعتبر واحدا من أوائل الأعمال التي استخدمت الفن في خدمة القضايا الاجتماعية. ورغم أن الفيلم اختفى لفترة طويلة، إلا أنه لا يزال يذكر كعلامة فارقة وتجربة سينمائية شجاعة أثبتت أن الفن يمكن أن يواجه المخاطر ويحدث أثرا في نفوس الناس.